مساء الخير عليكم ومعاكم يوسف فخري. دي المحاضرة الخامسة من كورس المحاسبة المالية. لو كنت سمعت دايما على مصطلح سياسات التسعير أو يعني إيه تأمين المخزون، أو مش عارف سياسات التسعير دي كام سياسة وإمتى تستخدم السياسة الصح في الشركة، في المحاضرة دي هنجاوبك على كل الأسئلة دي. مش بس كده، في ظل التطور اللي بتشهده الصناعة المصرية ومصانع اللي كترت، فبقوا بيدوروا دايما على محاسب ستوك كنترول يكون ناجح. مش بس يكون محاسب عارف المعالجات المحاسبية وازاي اعمل قيود مخزون وازاي اصرف وازاي اضيف، لا مش بس كده، ازاي تكون محاسب ستوك كنترول اداري، تعرف تدير وتهندل الجزئية بتاعت المخازن، ازاي الانتاج ما يقفش عليك، ازاي تبقى انت عارف نواقصك، عارف الحد الادنى والحد الاقصى، عارف امتى تعمل مخزون الامان عندك. في المحاضرة هتعرف كل ده واكتر من كده كمان، واسرار مهمة جدا 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 في محاسبة المخزون. يلا مع بعض نبتدي بدي المحاضرة الخامسة. أهلا بيكم في المحاضرة الخامسة، وزي ما قلنا في الانترو هنتكلم النهاردة عن الستوك كنترول، محاسبة المخزون. وطبعا قلنا في الانترو وبعيد تاني كلامي إن ده من أهم البوزيشنز المستحدثة في الشركات. طبعا كان موجود قبل كده محاسب المخزون، ولكن دلوقتي مع كثرة المصانع والاهتمام بالتصنيع فبقى الستوك كنترول ده وظيفة مهمة جدا جدا، وبيندرج تحت مسمى المحاسب الإداري، اللي بيكون محاسب مش بس عارف قيود يومية وازاي بيسجل أذون، لأ ده محاسب بيجمع داتا وبيطلع أرقام بناء عليها بيتاخد تقارير مهمة جدا جدا في الإدارة. هنبتدي مع بعض الأول ونعرف إيه الخطوات العملية علشان أكون ستوك كنترول جيد جدا وأعرف أعمل مراقبة مخزون صح. نبتدي مع بعض، مش هنبقى بسرعة وفي نفس الوقت مش هنبقى في تفاصيل عميقة، وأي سؤال عند حضراتكم ابعتوه نجاوب عليه لو انتوا حابين تفاصيل أكتر. أول حاجة أنا داخل على شركة جديدة أشتغل فيها ستوك كنترول. أول حاجة لازم أعرفها الشركة دي نوعيات المخزون اللي عندها إيه. هي شركة تجارية فهي مخزن واحد finished goods؟ طب هي شركة تجارية عندها مخزنين، مخزن مهام مثلا وعندها نقل وبيوت بضع غيار، وعندها مخزن الفينيش جودز بشتري عليه وببيع منه؟ ولا هي صناعية فعندها تلات أنواع زي ما احنا شايفين قدامنا؟ أول حاجة مخزن المواد الخام، لما بشتري الرو ماتيريال اللي بيدخل بعد كده عندي عملية التصنيع، ولما بتدخل عملية التصنيع بيتولد عندي مخزن اسمه الأندر برودكشن. مخزن أندر برودكشن ده لما باجي أصرف من عندي من مخزن الخامات للإنتاج عشان تنتج وتتحول لمنتج تام، فبتفضل الخامات دي جنب المكن لغاية ما المكن يخلص الإنتاج بنسبة 100%. لحد ما الإنتاج يخلص بنسبة 100% بيبقى عندي لسه مفتوح مخزن under production، بيبقى موجود فيه الكميات والقيمة بتاعة الخامات اللي موجودة في الإنتاج. طبعا بيجي بعديها لما الإنتاج يخلص بنسبة 100% بيجي عندي مخزن المنتج التام اللي بيتم فيه إضافة المنتج التام من مخزن الأندر برودكشن. طبعا احنا بنتكلم على السايكل بتاعة المصانع عشان دي أعمق وأكبر سايكل في المخازن، فلما نتكلم عليها ويجي مثلا أي حد فينا شغال في خدمي أو شغال في تجاري يبقى الموضوع بالنسبة له سهل. يجي بعد كده مخزن المواد المساعدة. إيه ده؟ هفترض شركة كبيرة عندها أسطول عربيات أو عندها أصول مكن كتير. فدلوقتي هل كل شوية يجيبوا قطع غيار حسب الطلب؟ لا، ما بيحصلش كده. بيحصل اللي بيكون في بلان محطوطة، معروف إن القطع الغيار المستهلكة للعربيات هي عبارة عن إيه، والقطع غيار المستهلكة للمكن عبارة عن إيه. أكتر قطع غيار معروف إن في أي لحظة ممكن تعوز تتغير، وبيجيبوا منها كميات وتبقى موجودة في المخزن عشان الإنتاج أو عشان العربيات ما تعطلش لفترات طويلة، وبيتعمل لهم مخزن اسمه مخزن مواد مساعدة، مخزن مهمات، مخزن قطع غيار. كل شركة بتسميه، المسمى ما يختلفش. ايه تاني؟ اني عرفت نوعيات مخزني، اعرف هي المخازن دي ليها دورة في التسجيل الحركات دي ولا ملهاش. طبعا انا بتكلم ان انا محاسب جديد نازل قصة الكنترول في شركة.
ازاي بعرف؟ هو لما البضاعة بتيجي بتعملها أذون إضافة، فباجي استلم الخامات واستلم جودتها واضيفها من المورد. طب لما باجي اطلع عندي خامات اذا كان الاندر برودكشن او اذا كان خامة منتج تام، بعمل عندي أذون صرف. طب لما بيجي لي مرتجع، اذا كان انا اللي هرجع لمورد مواد خام او هيجي لي انا مرتجع من العملاء او مرتجع من الانتاج، انا صرفت الانتاج خامات بزيادة وجم قالوا لي احنا خلصنا انتاج وفاضل عندنا الخامة دي مش هنستخدمها، فبيرجعها لي تاني المخزن. هل انا بعمل أذون بيها؟ فدي تاني خطوة. طبعا أهم حاجة وحط تحتيها مليون خط، لازم تبقى الدورة المستندية بدقة عالية جدا، ولازم تكون ليها سيريال نمبر. أذون الإضافة ليها سيريال نمبر ويتم مراجعته بصفة دورية. أذون الصرف، أذون الإرجاع. نتكلم عن النقط اللي بعد كده. أول حاجة، طبعا احنا اتكلمنا في أول حاجة وتاني حاجة، دي تالت حاجة ومهمة، إني أعرف الحد الأدنى وإعادة الطلب. يعني إيه الحد الأدنى ويعني إيه إعادة الطلب؟ أقل كمية المفروض تبقى عندي في المخزن قد إيه، ما ينفعش أنزل أقل منها، وإمتى أطلب وأقول لأ لازم تشتروا لي الخامات ديت. بصوا، هندي أمثلة عليها ونعرف إزاي نعمل حد الأمان علشان أي توريد ما يتأخرش علينا. نيجي للمثل، مصنع أساس بيستخدم 100 مسمار. وأنا همدي مثل بسيط علشان ما نعقدش الأمور، لكن على نفس المثل البسيط ده اعمل أي خامة أي منتج، وهندي كام ملحوظة كده في الآخر مفيدين جدا بإذن الله. طب هو كل يوم بيستخدم 100 والمورد بيقعد 5 أيام لغاية ما يجيب لي الطلبية. يعني لو أنا النهاردة طلبت منه طلبية، بيقعد 5 أيام لغاية ما يورد لي الطلبية. والإنتاج في اليوم الواحد بيستخدم 100 وحدة مسمار. طب أعملها إزاي؟ نجيب كده معدل الاستخدام اليومي 100 وحدة. طب مدة التوريد 5 أيام، يبقى لازما يبقى عندي كام؟ أضرب المعدل في ال5 أيام يبقى عندي 500. كده أنا جبت اللي المفروض يبقى عندي لغاية ما البضاعة تجيلي. طب أنا عايز أعمل مخزون الأمان، أدي كام يوم زيادة؟ أنا في المثل اللي أنا حاطط يومين يعني 200. فكده أول ما يوصل عندي 700 أطلب من المورد، فبعد 5 أيام المورد هيجيب لي، فأنا هيفضل عندي 200 والمورد يجيب لي 500، هيجيب لي 700، هكذا. أنا أتمنى يكون المثل واضح. قيس على كده كل منتج. طب أنا دلوقتي أعرف إزاي المعدل بتاع الاستخدام بتاعي؟ ده شغل عملي بقى وأرجوكم تركزوا معايا جدا. بنجيب حاجة اسمها متوسط استخدام الخامة. أرجوكم، دي مش بتتقاس على كل صناعة، دي بتتقاس على كل خامة. يعني ممكن في الصناعة الواحدة كل خامة ليها متوسط مختلف. هفترض في صناعة البولي إيثيلين، مصنع الأكياس، هو عنده خامات رئيسية في تصنيع الكيس بلاستيك. فالخامات الرئيسية دي بيعتمد عليها اعتماد كلي، فيجيب متوسط بيعه ومتوسط إنتاجه، وبناء على متوسط إنتاجه يعرف متوسط الخامة الرئيسية قد إيه في الشهر. فيعرف أنا متوسط الخامة الرئيسية 3 طن في الشهر. 3 طن في الشهر على عدد أيام الشغل، مش عدد أيام الشهر، عدد أيام الشغل، هيطلع له مثلا 120 كيلو في اليوم. يبقى هو ده وحدة الاستخدام اليومي، 120 كيلو في اليوم. طب أنا لما بطلب الخامة دي من المورد، كام يوم قبل ما بيجيب لي؟ مثلا 5 أيام. ده نفس المثل 120 في 5 أيام. وأشوف أنا عايز يبقى عندي حد أمان قد إيه. لا، عايز يبقى عندي حد أمان 5 أيام تاني. يبقى خلاص أنا عندي مثلا 600، يبقى عندي 600 تاني. يبقى أول ما أوصل ل 1200 طن، 1200 كيلو، اللي هو طن و200 كيلو، أطلب من المورد. هكذا كل منتج أو كل خامة رئيسية أنا شغال بيها. إيه تاني؟ رقم 4، جرد المخزون. طبعا أول ما بيجي في ذهن الناس جرد، يقولك أنا جرد اللي هو الجرد الفيزيكال، اللي هو أنزل أعد الحاجة. ما أقصدش كده خالص. أقصد أنا هشتغل أحسب المخزون بتاعي وأنا بصرفه بأنهي طريقة جرد، المستمر ولا الجرد الدوري. هيفرق إيه؟ هقول لكم. الجرد المستمر دوت
مجرد النهاردة أنا صرفت من المخزن وعملت ترانزاكشن على السيستم بإن أنا صرفت طن خامة للإنتاج، في نفس اللحظة أقدر أخش على السيستم أعرف هي الخامة دي فاضل فيها قد إيه. طب الجرد الدوري، لا الجرد الدوري صعب، أنا لما باجي أصرف ما بعملش ترانزاكشن على السيستم، فما بقدرش أعرف، لازم أجرد جرد فيزيكال فعلي علشان أقدر أعرف هو أنا عندي خامة قد إيه. للأمانة أنا قلتها لكم، بس للأمانة الجرد الدوري شبه انعدم مع كثرة السيستمز المختلفة، ومع إن ما ينفعش أي شركة دلوقتي ما تبقاش عارفة هي عندها خامات أو منتج تام أو وات ايفر المخزون بتاعها إيه، لازم تعرفه بصفة، يعني بصفة وقتية. فما بقاش حد بيعتمد على الجرد الدوري إلا في بعض الأنشطة النادرة وهو ممكن يجيب سيرتها. نيجي مع بعض نعرف إيه الفرق ما بين الجرد الدوري والجرد المستمر، ونعرف أختار إمتى الجرد الدوري والجرد المستمر. الأول نعرف الجرد المستمر ونعرف الجرد الدوري، وبعد كده نعرف أو كل واحد فينا يحكم يستخدم أنهي أفضل في الشركة اللي اشتغل فيها. الجرد المستمر لما ببقى عايز أعرف بكل تدقيق بعد كل حركة شراء أو بيع المخزن عندي رصيده قد إيه. بيناسب دايما الشركات الكبيرة اللي بتتعامل في بكميات كبيرة أو منتجات غالية، وفي ظل الظروف وفي ظل التطور اللي احنا فيه دلوقتي بيبقى كل الشركات عايزة تعرف الستوك عندها لحظي. ليه؟ هيعمل طلبية من الصين، يعمل طلبية هيستورد بضاعة، فعايز يعرف نواقصه قد ايه، كمياته قد ايه عشان ياخد قرار معين، عايز يعرف راس ماله، فعايز يعرف عنده ستوك قد ايه، هيحصل تضخم، هيحصل غلو، كل ده. فلازم وقت يعرف عشان يعمل جرد مستمر في أي شركة. لازما سيستم اي ار بي اللي يقول إن هو هيطبق طريقة الجرد المستمر بإكسلات إطلاقا مش صح. يعني هتبقى معاناة، شغل ضخم جدا جدا، ومش هيبقى بجودة عالية، وهيبقى مرهق جدا، وخاصة لو الشركة بتتعامل في خامات كتير أو بنود كتير. طبعا بيقلل الأخطاء، وبتعرف الكمية المخزن المتاحة في أي وقت. ندي أمثلة على بعض الشركات ولكن ليس لها حصر، على الشركات اللي وقتية تقدر يأثر فيها الجرد المستمر: أمازون، جوميا، نون، أي شركة إلكترونية. أنا دلوقتي دخلت عملت أوردر، هم عندهم ستوك 5، عملت أوردر بواحد أوتوماتيك، لما يجي الزبون اللي بعدي يدخل يعمل ترابيزة عنده اللي متاح 4. ليه؟ هو أوتوماتيك شغال بنظام الجهد المستمر، فأوتوماتيك بتأثر أي ترانزاكشن في المخزون عنده، فبيديله الكمية المتاحة بعد آخر أوردر. شركات الإلكترونيات والذهب بيبقى عايزين يعرفوا في كل لحظة إيه الكميات اللي عندهم، فعشان كده لازم نشتغل بالجرد المستمر. المصانع، ودايما دايما دايما بقول أي مصنع بيشتغل بنظام الجرد الدوري مصنع سوري فاشل. مفيش مصنع ينفع يشتغل بنظام الجرد الدوري، ولا هيعرف يعمل تقييم لتكاليفه، ولا يعرف يعمل بي ان دي ال ناجحة، فإطلاقا ما ينفعش. إيه القيود اللي بتنتج وقت استخدام الجرد المستمر؟ المخازن وأنا بستلم أو أنا بشتري من حساب المخزن لحساب المورد. معنى كده بيكون عندي في التشارت اوف اكاونت دليل الحسابات، بيبقى عندي حسابات المخزون موجودة معمول لها كرييت من ضمن الشجرة. طب وقت البيع، وقت البيع بينتج عندي قيدين: قيد خاص بحسابات العملاء اللي هو من حساب العميل إلى حساب المبيعات، أوكي. القيد التاني اللي بيأثر معايا في المخزون وأنا كستوك كنترول لازم أبقى عارفه: من تكلفة البضاعة المباعة إلى حساب المخزون. ويبقى كده عندي دايما المخزون رايح جاي مع الإضافة ومع الصرف. ده كده بالنسبة للجرد المستمر. طب الجرد الدوري، أول حاجة بيتم استخدامه لما مبيبقاش من الضروري إن أصحاب الشركة عايزين يعرفوا الجرد أو رصيد، غير كل شهر، غير كل ربع سنة، غير كل سنة، مش فارق معاهم. طبعا بيناسب الشركة اللي مش محتاجة تتتبع المخزون بشكل لحظي. طبعا أقل تكلفة، مش محتاج تجيب سيستم اي ار بي بشيت اكسل، يعني الشغلانة كلها تخلص في شيتين اكسل: شيت مشتريات، شيت مبيعات، وشيت مصاريف وخزنة، والموضوع بيتلم في كام شيت اكسل كده بتسيطر على الشركة كلها. أي حاجة بيتم تشتريها بتبقى حساب المشتريات، وحساب المشتريات ده حساب مصروف، بيخش جوه معادلة تكلفة البضاعة المباعة.
ايه الشركات اللي بتستخدم الجرد الدوري؟ شركات البناء. وشركات البناء دايما بيجيبوا حديد على حديد، اسمنت على اسمنت، رملة على رملة، وبتبقى مرمية في الشارع او مرمية في المواقع، فبيستخدموا نظام الجرد الدوري، كل حاجة على المشتريات على المشتريات على المشتريات، وفي آخر المشروع بيعملوا معادلة الجرد الدوري. وطبعا أنا شايف إن ده برضو مش صح، ولكن أنا بقول لكم على الواقع شغال إزاي. وبالنسبة للمحاجر، المحاجر ممكن يبقى الموضوع فيها صح شوية. ليه؟ المحاجر مفيش حجر زي حجر، بيجي لهم كده ال يعني اسمها ايه، قطعة الحجر على بعضها بتجيلهم، فبيبقى مفيش قطعتين حجر زي بعض، في نفس الوقت صعب يتسرق. فبيبقى عارف هو جاله النهاردة 4 طن، وبكرة 5 طن، وبعده 7 طن، يتباع منهم 3 طن، فعنده السعر واحد، فالدنيا عنده بالنسبة له سهلة، فجرد دوري بالنسبة له كويس كمحاجر. القيود اللي بتتولد عند استخدام الجرد الدوري: وأنا بشتري برمي كل حاجة على حساب المشتريات، أي خامات أي حاجة بجيبها برميها على حساب المشتريات. طب لما باجي أبيع، ما بينتجش عني، عندي قيود خاصة بالمخزون وأنا ببيع، هو قيد المبيعات بس اللي بيتم من حساب العملاء حساب المبيعات. لكن بالنسبة كمخزون ما بيبانش عندي أي حاجة. نيجي نتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا جدا، وأي ستور كنترول لازم يبقى عارفها وشاربها، هي سياسات التسعير. سياسات التسعير هي السياسة اللي فيها أنا وأنا بصرف أكلف اللي صرفته ده بكام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا دلوقتي أنا عندي خامات اشتريتها مرة بجنيه، مرة بجنيه وريال، مرة بجنيه وربع. طب أنا إذا كنت هبيعها أو إذا كنت أصرفها للإنتاج، أصرفها بأنهي سعر؟ قالوا في 3 سياسات. أنا عشان ما أزحمكمش بالتلاتة هنقول بس الاتنين اللي بيستخدموا، التالتة اتشالت من المعايير، فبلاش أذكرها عشان ما توهش الناس. فنذكر بس الاتنين اللي معتمدين في المعايير والناس بتشتغل بيهم: الفيرست ان فيرست اوت، أو الفايفو. إيه ديت؟ ناخد عليها مثل. بيتم بيع واستخدام المخزون الأقدم أولا، وبعد كده الأحدث، وبعد كده الأحدث. وناخد مثل مع بعض. لو أنا عندي 100 قطعة من الخشب اشتريتهم بسعر 50 جنيه القطعة، وجيت تاني يوم اشتريت 100 بسعر 60، بقى عندي 200، بس 100 القطعة بسعر 50 و100 القطعة بسعر 60. طب لما باجي أبيع، أهو فيرست إن فيرست أوت، الفيرست إن اللي دخل أول إيه؟ أبو 50، هو أول حاجة فيرست أوت تطلع. فلما أجي أبيع 50 أبيعهم وأقول تكلفتهم عليا بكام؟ أقول ده أنا بعت 50 وتكلفة الواحدة كانت 50 جنيه. أول ما المية الأولانية تخلص أجي أبيع من التانية وأقول تكلفتها عليا كانت ب60 جنيه. ده كده بالنسبة أول سياسة اللي هي الفيرست إن فيرست أوت. نيجي للسياسة التانية. السياسة التانية الويتد افريج كوست، متوسط التكلفة المرجحة. دي بتبقى عبارة عن إيه؟ أول حاجة بيبقى لها معادلة بجيب فيها المتوسط. إيه المعادلة بتقول إيه؟ إجمالي تكلفة المخزون اللي عندي على إجمالي عدد الوحدات. طب ندي عليها مثل: اشتريت 100 في 50، وجيت تاني يوم اشتريت 100 في 60. طب أنا عايز أعرف لما أجي أبيع هبيع بكام؟ قال لك لأ، مش هنقول بقى المية الأولانية ب50 والتانية ب60، لأ نجيب متوسط. نجيب متوسط إزاي؟ نجمع المية الأولانية كانوا عاملين 5000 جنيه، والمية التانية عاملين 6000 جنيه، مجموعهم 11000، وأنا عندي الكمية كام؟ 200. طب 11 على 200 قال لك 55 جنيه، بأي قطعة هبيعها ب55 جنيه. ودي أكتر طريقة الشركات شغالة بيها، اللي هي طريقة المتوسط. آخر حاجة نتكلم فيها خاصة بالستوك كنترول، وأتمنى يتم التركيز فيها جدا، وهي الرقابة على المخزون. أي ستوك كنترول جه أي شركة، وظيفته الأولى والأخيرة بعد كل اللي شرحناه هو إن هو يعمل رقابة على المخزون، ويعمل إحكام من حديد على المخزون. طب يعمل رقابة إزاي؟ أول حاجة إعداد كارت صنف، وإعداد كارت مراقبة مخزون. طبعا السيستم بيعدهم، ولكن أفترض إن أمين المخزن مش عنده سيستم، أنت بس كمحاسب بتشتغل سيستم، تروح عامل كروت صنف لبتاع المخزن إكسلات. تعالى يا عم هعملك إكسلات لكل بند، كارت صنف كميات فقط. أمين المخازن أو أمين المخزن ما بيشوفش قيمة، ما بيشوفش الخامة دي داخلة بكام، بيشوف بس كميات. فآجي أعمل له كروت صنف وأقول له إحنا طبعا أنا لسه داخل الشركة جديد، بجرد وبسلم أمناء المخازن الكميات، وأجي أقول لهم كارت الصنف أهوت، عندك البند ده في منه 100،
يجي لك إضافة تزود لي على 100، صرفت زود لي أصل من 100، ويبقى عندك عمود رصيد وقتي مع أي ترانزاكشن تحصل. طب إيه كارت المراقبة؟ كارت المراقبة إن أنا كمحاسب يبقى عندي كارت فيه الوارد والمنصرف والرصيد والقيمة بتاعة الرصيد ده عاملة كام حسب سياسة التسعير. أنا بسعر بأني سياسة، فبناء عليها حسب سياسة التسعير شغال first in first out أو شغال weighted average cost. تاني حاجة واتكلمت عليها أول المحاضرة وبتكلم عليها تاني عشان هي مهمة جدا: إعداد دورة مستندية محكمة. أنا وأنا رايح الشركة أراجع، حتى لو هم قالوا لي إن هم عاملين دورة مستندية أنا أراجع وأزود وأراجع على السريال. أهم حاجة مراجعة السريال. أول حاجة أعرف إن البي آر اللي هو البيرشيز ريكويست بيتم عمل بيرشيز ريكويست لكل طلب شراء. بعديها بيتم عمل بي أو بيرشيز أوردر، أمر شراء. بعد كده لما باجي استلم البضاعة في المخازن بيتم عمل إذن استلام. بعد كده المورد بيجيب له فاتورة، وكمحاسب ستوك كنترول أو أكاونت بيبل بيروح مسجل الفاتورة. لما بيجي بتاع المخازن بيصرف بيتم عمل إذن صرف. طب مراجعة فروقات وتصحيح السجلات اللي هو تقرير الجرد ده بيتم إمتى؟ بيتم لما أجي أعمل الوظيفة التالتة وهو الجرد الفعلي بصفة دورية. يعني إيه الجرد الفعلي؟ أنا دلوقتي كمصنع أو كشركة تجارية عندي مخزون، ببقى عارف كده مع استمرارية في الشغل، ببقى عارف إن في 50 60 بند دول اللي بيطلبوا بصفة مستمرة. فأي تاخدها كده قاعدة، أي بنود بيحصل عليها ترانزاكشن كتير دي اللي معرضة للغلط، معرضة للتلاعب، معرضة للسرقة. مش معنى كده إن أنا ما أجريتش البنود الراكدة، لأ طبعا أجري البنود الراكدة برضو وأتشيك عليها كل فترة، ولكن بجرد أكتر البنود اللي بيحصل عليها حركات بصفة مستمرة علشان لو في غلط ألحقه بدري بدري. طب أنا عندي حاجة فيها 100 وحصل عليها حركات كتير جدا جدا جدا، طب أعمل إيه؟ أبتدي إن أنا لقيت المفروض يبقى فيه 50، المستندات بتقول فيه 50 وعلى أرض الواقع فيه 40. أبتدي أراجع كل الأذون قبل ما أشك في أي حد، وقبل ما أقول إن في سرقة أبتدي أراجع كل الأذون بكل تفصيلاتها. لو في عندي أذون دخول مصنع، أذون دخول شركة، لو في عندي أذون استلام، كميات اتصرفت ما اتكتبلهاش أذون، أراجع كل حاجة. بعد ما أتأكد إن فعلا كل حاجة متسجلة ولكن في عجز 10، أعمل مذكرة بإن في فقد 10 من المخزن من المنتج الفلاني، وكان آخر تاريخ الجرد كان التاريخ الفلاني، ومن بعديها كل الأذون متسجلة، وعندي عجز 10، وأعرضه على مدير الحسابات، على المدير المالي، على صاحب الشركة، وأقول له يا فندم أنا عندي 10 ناقص، نعمل فيهم إيه؟ هو بقى يقول لك بقى لا إحنا نخصمهم من أمين المخزن، لا اكتبهم عليا أنا. فساعتها بيتم معالجة الموضوع ومراجعة الفروقات. أنا بروح كاتب بقى كده ناقص 10 بمعرفة صاحب الشركة، وراح ظابط كروت الصنف وكروت المراقبة مع الفعلي عشان يبقى عندي دايما إن كل السجلات مع بعض. أتمنى تكون المحاضرة أفادتكم. أتمنى كل الناس اللي بتشاهد بيتم بذل مجهود كبير قوي في إعداد المحاضرات وتسجيلها، فأتمنى الناس تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، هيجيلك كل المحاضرة بتنزل هيجيلك بقى نوتيفيكيشن. ولسه الكورس مكمل لغاية ما يتم إعداد قوائم المالية، ويتم بعديها تسجيل كورس تكاليف. فعلا بجد هيبقى كورس مميز جدا. بإذن الله أشوفكم في المحاضرة الجاية، وانتظرونا محاضرة قوية جدا جدا جدا. سلام.